بثت القناة الفرنسية الثانية فيلما وثائقيا هو الأول من نوعه عن الجزائر تحت عنوان الجزائر نظرة من السماء للمصور العالمي الشهير يان أرتيز برتران. طبعا هذا الفيلم هو ليس الأول من نوعه لهذا المصور العالمي الشهير، هو دائما ما يتحفنا ببنك صوره الكبير. كشف هذا الفيلم لأول مرة صورا طبيعية متميزة عن الجزائر على امتداد أكثر من 2,000,000 كيلومتر مربع من التضاريس المتنوعة، انطلاقا من الساحل الشمالي الممتد على البحر المتوسط إلى الصحراء الكبرى ومرورا بمناطق الأطلس التلي والصحراوي داليا. وحظي هذا العمل بمتابعة مئات الآلاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.